السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا متابعيني الكرام؟ وحشتوني كتير جدا جدا، وبقالي فترة طويلة ما قدمتش فيديوهات، وانا كنت بعمل اكل وكل حاجة، بس الحمد لله على كل شيء. هنا هعمل معاكم عيش البرجر، العيش الكايزر، بطريقة سهلة وبسيطة جدا وما هتكلفكش كتير. لما تيجي تشتريه دلوقتي الواحدة بالشيء الفلاني. فأنا عندي هنا المكونات: عندي باكو خميرة حوالي 16 جرام، وعندي كوباية لبن، وعندي 4 معالق سكر، وعندي كيلو ونص دقيق أو حوالي 2 كيلو إلا ربع بالظبط، وعندي رشة ملح وكوباية مية دافية، واللبن بيكون دافي. الأول هعمل تنشيط للخميرة، هنزل بالخميرة مع المية مع الملح مع السكر، واقلبهم في بعض واسيبها تنشط معايا، بحيث ان اتاكد ان الخميره بتاعتنا شغاله ونشطه بحيث ما تبوظليش العجين. وبعدين هسيبها على جنب حوالي تلت ساعه، وبعدين هنخل معاكم الدقيق. عندي هنا حوالي 2 كيلو الا ربع دقيق او ما يعادل 2 كيلو كده. الاول هنزل انخله الاول. العجينه دي لي طريقه عمل الفينو والمعجنات اللانش بوكس بتاع المدارس، ممكن تشكليها كذا شكل. انا عملت منها عيش كايزر، وعملت عيش فينو، وكمان عملت اشكال تانية، بس في عجينة تانية هبقى اقدمها لكم. ونزلت بالمخلوط اللي انا عملته، اللي هو الخميرة والسكر والمية الدافية، وبعدين اللبن والمية الدافية بنزل بالتدريج. يعني بتعجني المية تكون دافية معاكي، ما تسخنهاش جامد بحيث ما تبوظش معاكي الخميرة وتوقف نشاط الخميرة وما تعلاش معاكي. الاول هعجن والم كده الدقيق. انا بستعمل دقيق الضحى والدقيق لجميع الاغراض، يعني في كذا نوع، من وديتها حوالي 3 معالق خل. ده بدل محسن الدقيق، ده بيدي وعندي نص كوباية زيت، ممكن تستبدلي الزيت بحوالي 100 جرام زبدة. وهلم العجينة كده وتعجنيها، تلميها كويس بحيث ان هي تكون ناعمة معاكي، وهغطيها واسيبها كده. بصي معايا، لميتها كده كويس، وهسيبها حوالي ساعة او ساعة الا ربع، وهغطيها برول ستريتش او كيس تلاجة تفرديه، وغطيتها بفوطة العجين وسبتها حوالي ساعة وخمرت لما عليت معايا كده بالشكل ده. وهشكلها معاكم دلوقتي. ولو لسه اول مرة تشوفيني، يا ريت تدعميني بلايك وتعليق كويس، وتشتركي معايا، ويشرفني جدا جدا تشتركوا معايا في القناة. هنا عندي الصواني بتاعتي، هديها مسحة زيت خفيفة جدا، ما اكترش، وكده هكور العجينة. عايزة تعملي العجينة، انا كبرت العجينة هنا بحيث على قد البرجر اللي انا عاملاه. العجينة هنا حوالي 75 جرام او 80 جرام، ممكن تقلليها تخليها 50 جرام، او عايزة تزوديها يبقى 100 جرام. وهلفها كده، وممكن تديها يا دوب بس ايدك تضغط عليها براحة ايدك كده، وممكن تسيبيها من غير ما تضغطي عليها، بحيث ان يكون العيش معايا عالي، عيش الكايزر يكون عالي معايا ويخمر، وتدي الوضع العالي الاسفنجي كده. بصي معايا، وهسيب مسافة بين القطعة والتانية بحيث تاخد راحتها في العجين، ما تلزقش مع بعض وتعلى وتدي شكل جميل. وعندي كمان عندي لبن، نص كوباية لبن، واديته حوالي 3 معلقة سكر، اديتها معلقة سكر، وهديها وممكن تديها وبزيت او زبدة، وحطيتها في البخاخة ورشيت بيها وش العجين بعد ما علي. ممكن تستبدلي اللبن، ممكن تستبدليه ببيضة او صفار بيضة، وتديها تبقى صفار البيضة او بياض البيضة مع نص كوباية لبن. انا عملت اللبن ضفت اللبن، ضفت له حوالي معلقتين زيت،
ومعلقة سكر، وحطيتهم في البخاخة ورشيت وش العجين بحيث العجين بحيث ان قطعة الكايزر والعيش ياخد لون معايا. تاخد اللون ووشها يحمر. احطها في الفرن. قبل ما ببدأ في تكوير العجين بشغل الفرن حوالي، اسيبه على العالي وبعد كده اوطيه اول ما يسخن معايا، بحيث يكون درجة حرارة الفرن 200 او 220 درجة. وبتشغلي الفرن، وبعدين اول ما ياخد لون من تحت، لو الفرن عندك من غير مروحة ممكن بتطفي اول ما ياخد لون من تحت، وبعدين بعد ما تطفي تشغلي الشواية عليه حوالي 5 دقايق ياخد لون معايا. هي ب12 دقيقة بالظبط تسوية العيش معانا. ان كان الفينو ما باخدش وقت معانا، ولازم أن تكون درجة الحرارة معايا عالية بحيث درجة الحرارة تكون عالية، لان لو وطيت النار عليه هينشف منك، ما يبقاش سوفت، يكون طري هينشف كده. انا صغرت هنا قطعة خليتها في المتوسط حوالي 50 جرام، والباقي عملته حوالي 75 او 80 جرام، واديتها نص ضغطة كده براحة ايدي، بحيث ان تبقى لا هي عالية جامد ولا هي واطية قوي، بيكون في المعقول كده. هي هتعلى معايا كده كده، وهتبقى اسفنجية وطرية جدا كده. هعمل معاكم الفينو. بصي هعملها كده، هفردها تفرديه، واكور كده العيش الكايزر براحة ايدك كده، وتقطعيها. الاول تقطعي العجين حسب الكمية حسب الوزن اللي انت عايزاه، وبعدين تلفيه براحة صباعك الكبير كده وتلف. ممكن تعمليه بكوباية كمان، ان شاء الله هعمله معاكم بكوباية باذن الله. تلفيها كويس كده بحيث يبقى من تحت مقفولة من تحت ومن فوق. وهغطي العجين نفس الحكاية. اول ما يعلى معايا كده هعمل معاكم عيش الفينو. بصي هتعمليها، هتلفي العجينة رول كده كده وتقفليها كويس وتضغطي عليها، واللي انتي لفتيه الرول اللي تحت اللي بتبقى من تحت الفتحة بتبقى من تحت، تحطيها على الصينية بالشكل ده. بصي توسعي بين الفينو الرغيف والتاني، بحيث اللقمة والتانية بحيث يكون في مسافة ان هي تخمر ما يلزقش في بعضه. واول مرة تشوفينا ولسه ما حطيتيش اللايك، يا ريت تدعميني باللايك. يا رب كل حاجة اقدمها تعجبكم، ومنتظرة منكم دعوة كويسة. بصي كده، والصلاة على الرسول، ويا رب يحسن ما بين ايدينا، وكل حاجة اقدمها تعجبكم ان شاء الله. كده تلفيها رول كده وتقفلي كويس، قفليها كويس كده جامد. ممكن تحشي الفينو كمان، ممكن تضيفي ممكن تضيفي جبنة موزاريلا او جبنة بيضة، ممكن تحطي فيها شوكولاتة حسب ما الاولاد يحبوا. انا سايباها كده ايه، ما حشيتش الفينو، عملته فينو عادي للسندوتشات. والله يوفر معانا كتير، يعني اقل لقمة دلوقتي بتجيبيها بجنيه ما تكفيش، ما بتعملش قطمتين في بق الولاد. فما شاء الله قطع معايا كتير، يعني بتيجي بيوم الاجازة وتعملي الكمية اللي تكفيكي حوالي 2 كيلو دقيق، او حسب الكمية اللي الاولاد. ممكن تعمليه ميني، او تعمليه ميني فينو اللي هو الصغير، او تعمليه فينو عادي اللي هو الوسط او الصغير خالص حسب كمية. هنا عندي عجوة لفتها بزبدة وسيحتها على النار وعملتها كده زي قرص كده. بصي والله يا جماعة الحاجات دي بتوفر معانا، وحاجات نظيفة، وعشان سلامة اولادنا بتوفر معانا كتير. بصي كده حسب الحشو اللي انت عايزة ممكن تعمليه سادة، ممكن تعمليها ترش عليها زبد سمسم، ممكن تحشي اللي هي بالسمسم، تحشيها بالقرفة والسكر
وكده خلصت معاه. وعندي هنا نص كوباية لبن، واديتها معلقتين زيت وسكر، وقلبتهم وعملتهم لمعت بيها العجين. ممكن بدل اللبن تضيف، بدل السكر ممكن تضيفي بياض بيضة او صفار بيضة مع نص كوباية اللبن وتلمعي بيها، او ربع كوباية اللبن، وتدخليها على الفرن. تدخليها كده عليت معايا وخمرت وبلمعها. وانا ضفت سمسم على الوش، وفي عملت كمية بسمسم وكمية من غير سمسم. وعملت معاكم احلى عيش كايزر في مطبخ شيزان تاج الدين. ويا رب ينول اعجابكم. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200-220، وهتهدي الفرن اول ما ياخد لون معايا كده. بصي العجينة، بصي القرص، بصي العيش الكايزر سوفت معايا وطري وهش، ومن جوه سفنجي وجميل جدا وطري، وطعمه جميل جدا. ويا رب انول اعجابكم. والاول تسخني الفرن. لو الفرن بتاعك بشوايه، الاتنين بيشتغلوا مع بعض، بتخليه على 200 درجة. لو اقل، لو ما فيش شواية عندك بتشغلي الفرن، واول ما تاخد لون معاكي من تحت تطفي الفرن من تحت وتشغلي الشواية حوالي 3-4 دقايق، هتاخد لون معاكي كده. وتبص عليه، اهم حاجة تبشري العجين بتاعك بحيث ان هو ما يتلسعش منك. واحلى عيش كايزر عملته. وانا اول مرة بصراحة اعمل عيش الكايزر، وعجب الولاد جدا. وانا تعبت نفسي بصراحة، وقالوا لي اعملي لنا يا ماما كمان. وكل اسبوع، كل يوم في الاجازة بدبس نفسي واعمل العيش الكايزر. احلى عيش عملته بصراحة اول مرة والله اعمله. بص جميل ازاي وطري. وعملت قطع كبيرة وقطع وسط وقطع صغيرة، وجميل جدا. وطعمه حسب ما انت عايزة، ممكن تضيفي لبن، ممكن توفري وما تضيفيش لبن، تعمليه بمية وبس. اللبن بيغذي معاكي ويدي طعم. وما تنسيش اللايك والشير في مطبخ شيزان تاج الدين. ويا رب ننول اعجابكم وفي كل حاجة وتعليقكم الحلو. وبصي الفينو، بصي الفينو جميل ازاي. بصي احلى فينو. واول مرة اعمل عيش فينو بصراحة. انا بعمل قرص، بعمل الحاجات بتاعتنا اللي هي البيتي، بس اول مرة اعمل في فينو. انا ماليش في المعجنات جامد، انا يعني ممكن اعمل الاكل سخن والاكل البيتي التقليدي والعادي بتاعنا، بس الفينو انا مع المعجنات مش اول مرة بصراحة اعمله. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويشرفني جدا جدا اشتراك. شرفني اشتراك في قناة شيزان تاج الدين. ومع